حياتي 100 صفحة أولهم الحياة الجرحى. نص الكتاب صحابي وكيفي اللي بسببهم في مصحة من زمن هاتي خلى الكتاب ملوش آخر. قلت إن عشا بطولي ومن طيب أكون فاجر ومن طيب أكون فاجر. لما الحياة في سرية تشقلبك اسمع حكايتي يمكن تعجبك تاخد منها كام درس صديقي. أحسن تقع في المحظور كان شاب ورد لسه بصحته صحابه مشيوا وحبيبته سابته بعديها يابا راح على دفعته. يعني في حياته ما شافش النور نازل يشق في طريقه كان جنبه صاحبه وصديقه. قال له يا صاحبي ده انا ابويا مات والبيت عايز له مصاريفه ابوه ما سابلوش حاجه غير فرختين في تلاجه. بس يسابوا لاصحاب السوق اللي بيعاملوا بزقابه قال له يا صاحبي بص هنتفق هديك مبلغ في مشروع يتدفع ومش مهم امتى يكون راجع اهم حاجه تبقى ابو جزء. خد القرش وفتح المشروع كسب يوم وتلاتة واسبوع فلوس داخله يا عم كل ساعه. في يوم وليله ما بقاش شايف ما بقاش بيرن على صاحبه ولا حتى راح زياره لامه. نسي اللي خلقه واللي اداله وعاش حياته وانا همه. صاحبه اللي سلفه وقرشه طلب منه ياخد حقه منزل في 1000 مره ليه ثابت عليه يا ناس نفسه ما جابش حقه جابها جال زميله اللي سابوه يا عم نكر خيره. كلم